حسن ربيع نجم المنتخب العماني الأول بخليج 19 عام 2009 سمي يومها باستكلاتش عمان بعد قيادته عمان لأول تتويج بدورات كأس الخليج العربي. فحسن ربيع اسم يعرفه الجميع، ولا تزال ذكرياته بخليج 19 في ذاكرة الرياضيين الخليجيين والعرب، خصوصا بعد تسجيله ثلاثية تاريخية بمرمى العراق، واتبعها بهدف صاعق ثمنه الوصول لنهائي مونديال الخليج عام 2009 في شباك قطر، ليصعد بالأحمر العماني إلى النهائي الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه، وليعانق بعدها كأس الخليج على حساب الأخضر السعودي في المباراة النهائية. والله شوف، هي إذا جيت عن قصة كأس الخليج قصة طويلة، بس أنا كوني كلاعب انضميت للمنتخب في سنة 2005 2006 تقريبا، قبل كأس الخليج اللي في قطر. بعدها استبعدت فرجعت خليج 19. يعني قصة كأس الخليج تمسقط خليج 19، كنت داخل البطولة تحقيق اللقب، فما شاء الله بكوكبة النجوم اللي كان موجود في المنتخب حققت هالبطولة. هذا يعتبر إنجاز لي مدى حياتي يعني. فالحمد لله كأس الخليج يعتبر لي مشواري الأفضل في حياتي. والله شوف، هي المباراة بعد مباراة العراق، هي قبل بعد مباراة الكويت. أذكر يعني فوزي، فقال لي حسن بكرة مباراة العراق، إذا خسرنا خلاص برا البطولة ونحن في عمان. فرديت عليه قلت له لا إن شاء الله نبدأ بطولتنا من بكرة إن شاء الله. والحمد لله مباراة العراق هي اللي فات خير استوت علينا اللي حصلنا البطولة. 3 أهداف سجلت. والله شوف، سجلت 3 أهداف مع العراق. يعني العراق كان جاي من كأس الخليج، كان ماخذ كأس آسيا وكان ماخذ اللقب. فأنت تقابل يعني بطل آسيا، فهذا ما بشيء ما شوية. بس الحمد لله كانت بإصرار الشباب، وكان الجمهور هو رقم 1 هو اللي خلانا نوصل بهالمرحلة. وكان حسن ربيع قد بدأ في البحر فريق نادي مجيس قبل أن يخطفه أصفر الباطنة نادي السويق، ويقدم معه أجمل أيام حياته ليجلب للسويق البطولات المحلية في عمان. بدايتي كانت في نادي مجيس، طبعا بديت من الناشئين سنة 98، ثم انتقلت للشباب ثم الفريق الأول. في سنة 2003 2004 صعدنا للدرجة الأولى، طبعا هي تو مانتل. حصلت على هداف الدوري وأفضل لاعب فيها. مسيرتي تمت من نادي مجيس لين 2008 انتقلت للسويق العماني. من بعدها كنت منضم للمنتخب، ثم انتقلت للنصر السعودي، ثم رجعت لنادي مجيس وانتقلت بعدها للشباب العماني سنة 2013 تقريبا، وثم انتقلت إلى السويق العماني، جت الثلاثية فيها. من بعدها انتقلت لنادي مجيس وهي كانت الختام يعني نادي مجيس. اعتزلت بسبب الإصابة، إصابة رباط. بعد من بعدها ما كملت يعني. متى كان؟ 2015. الآن أين حسن ربيع؟ حسن ربيع موجود في إدارة نادي مجيس. أما خارجيا فقد انهالت على حسن ربيع العروض الاحترافية بعد فوزه بلقب هداف كأس الخليج عام 2009، لكنه فضل عرض النصر السعودي لأسباب عدة.
والله شوف، من ناحيتي انا في وجهة نظري التجربة اعتبرها استفدت منها كاحتراف، كخبرة، ككوني اول مشوار لي برا نادي برا الدوري العماني. فحس ان الدوري واحترافي كان اكتسبت سعوديه، كان اكتسبت خبره فيها يعني. والله هو شوف، اكيد قابلت صعوبات بالبدايه، كوني يعني الدوري السعودي تعرف من اقوى الدوريات في الخليج، فواجهت شويه صعوبات. تعرف منتقل من دوري عماني للدوري السعودي، فشويه كان في اشكاليات، بس الحمد لله اعتبرها جيده يعني، استفدت منها يعني. والله انا ما اعتبرها فشل، ما اعتبرها فشل، يمكن سوء حظ، ولا يمكن بالعباره هي ما كنت محظوظه يعني فيها، احترافي فيها، فما اعتبر فشل يعني. سبحان الله، هذا اي لاعب مر فيها هالاحترافي يعني. وعند سؤالنا عن المنتخب